أعزائي المشاهدين، برحب بكم في الحلقة ال 12. والحلقة ال 12 هي كمالة للحلقة رقم 10 والحلقة رقم 11. والنهاردة هتكلم معاكم عن عقوبة المسيح للكنيسة الأرثوذكسية الوثنية اللي بتعبد أوثان وأصنام. في الحلقة رقم 10 اتكلمنا على الأنبا ثوفيلوس، الراجل الإرهابي اللي دخل الأوثان داخل الكنيسة الأرثوذكسية عن طريق إرهاب الوثنيين وأخذ معابدهم والهياكل بتاعتهم. الحلقة رقم 11 اتكلمنا فيها عن التبخير وإعطاء الألحان للصور داخل الكنيسة الأرثوذكسية. أعزائي المشاهدين، النهاردة هتكلم معاكم عن عقوبة الله للكنيسة الأرثوذكسية اللي عبدت أوثان وأصنام ودخلت الأوثان داخلها. النهاردة هتكلم معاكم من الإنجيل نسخة الفان دايك. يا ريت كمان تجيبها وتفتح معايا. افتح معايا سفر اللاويين اصحاح 26. بيقول لك كده اهو: لا تصنعوا لكم اوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا ونصبا ولا تجعلوا في ارضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لاني انا الرب الهكم، ثبوتي تحفظون ومقدسي تهبون، انا الرب. افتح كده معايا عدد 23. وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف، فإني أنا أسلك معكم بالخلاف وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق، فتجتمعون إلى مدنكم، وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو. بكسر لكم عصا الخبز تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد، ويرددون خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. أعزائي المشاهدين، في القرن الرابع الأنبا ثوفيلوس عمل الحركة دي الإرهابية مع الوثنيين اللي كانوا قاعدين في حالهم، وخد الهياكل بتاعتهم وخد المعابد بتاعتهم وأرهبهم وأرهق دمائهم وشهر بيهم وتعبهم جدا. وكمان مش بس كده، ودخلوا كمان الكنيسة الأرثوذكسية أو المسيحية الأرثوذكسية إجباريا، ودخلوا بأوثانهم. ومش بس كده، والكنيسة قامت بتطوير هذه الأوثان وعبادتها. فالله راح قال كده هوت: لو انتوا أقمتم حجر مصور تسجدوا لهم في أرضكم أنا هسيب عليكم السيف. ده الكلام ده في القرن الرابع. في القرن السابع الله ساب الكنيسة الأرثوذكسية. في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع دخل الفتح العربي الإسلامي على يد عمرو بن العاص. ونفس اللي عمله الأنبا ثوفيلوس عمله عمرو بن العاص. دخل أرض مصر ب6000 جندي وحاصر بنت المقوقس في بلبيس. ومش بس كده، وحاصر كمان المقوقس وقال له كده: يا الحرب يا الإسلام يا السيف. سألت نفسك ازاي الله ما حماش الكنيسة الأرثوذكسية زي ما حمى الملك حسقية في ملوك التاني 18؟ عزيزي المشاهد، الله سمح بأن عمرو بن العاص يدخل مصر بهذه الطريقة علشان يعاقب الكنيسة الأرثوذكسية الوثنية اللي عبدت أوثان وأصنام وخدت حاجات مش بتاعتها ودخلتها في كنايسها وأغاظت ربنا. مش بس كده، وما زالت الكنيسة الأرثوذكسية في عناد حتى عصرنا الحالي الآن. عزيزي المشاهد، اسمع كده الله بيقول ايه عليك، على الكنيسة الأرثوذكسية تاني في رؤية يوحنا اللاهوتي إصحاح 2 عدد 18: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سيتيريا: هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلان مثل النحاس النقي، أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وإن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل، إنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيد أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمان لكي تتوب عن زناها ولم تتب، وأنا ألقيها في فراش، والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت، فاستعرف جميع الكنائس أن أنا هو الفحص الكلى والقلوب. مستني إيه؟ يعني الله في القرن السابع خلى عمرو بن العاص يخش بالسيف وياخد أرضك وياخد نسائك، ومش بس كده ويجبرك دخول الإسلام إجباريا. عايز إيه تاني؟ مستني إيه؟ تعالى يا أخي النهاردة وتوب بقى. الأنبا ثوفيلوس دخلنا في دايرة مش كانتش بتاعتنا، وعمالك تقول عليه قديس. لو الأنبا ثوفيلوس النهارده قديس يبقى عمرو بن العاص كمان قديس. لو الأنبا ثوفيلوس النهارده خد حاجة مش بتاعته
وأرهب الوثنيين ودخل الأوثان داخل الكنيسة الروسية، تعالى توب، تعالى ارجع للمسيح. تعالى النهارده اقول له يا رب انا بتوب اليك وبس سامحني ونفسي تعمل حاجة. النهارده امسك الاوثان اللي عندك في البيت، الصور والتماثيل، وارميها في الزبالة، كسرها وارميها في الزبالة، وتعالى اقول له يا رب النهارده انا بتوب، برجع اليك. لان في تثنية 4 الله بيقول كده، هو نصا. افتح كده حضرتك معايا تثنية 4 وعدد 16: لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة مثل ما شبه ذكر أو أنثى. في الصور دي في بيتك فساد. فوق بقى، فوق، انت مستني ايه؟ فوق. سلام.